الحق لازم القوة تحميه، وقوة الغلابة صبرهم ورضاهم، وده اللي بيخليهم يفوتوا في الحديد. أنا عشت عمري كله صابر وراضي وماشي جنب الحيط، لا ليا في المشاكل ولا أحب وجع الدماغ. ده أنا المرة الوحيدة اللي دخلت فيها اسم كان عشان خاطر أطلع البطاقة. ما ده كلامه فرجت، واسمعها من أبو جلال. احنا في زمن ملوش كتالوج، واللي قاعد قدامك ده نصب على طوب الأرض ومحدش عارف يهرشه. واللي جابني هنا إن أنا جيت على عيل غلبان ونصبت عليه وخدت منه شقة عمره. حسيت إن ربك بيعاقبني، وده اللي مخليني متلقح هنا على ذمة قضية. يا معلم مرسي، أنا وراكم لحم ملهمش غيري. كل يوم بيعدي عليا وأنا هنا ما ببقاش عارف عايشينه ازاي، ولا بيصرفوا منين، ولا عاملين ايه. بقول لك ايه، انا بص في عين الراجل من دول اعرفه من يوم ما اتولد، وانت من الصنف اللي شاح اليومين دول، وعشان كده ربك هيكرمك ويفرجها عليك. واسمعها من ابو جلال، ايام السجن دواء النسيان، واللي بره لهم ربنا هوى وحن منه ومنك. قول يا رب. يا رب. تصبح على خير ابو جلال. نور الدنيا كلها. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الحقيقه الواحد لما بيجي المكان ده بيحس ان الدنيا بخير والله. والله يا حبيبي تسلم. قول لي اكتر حاجه لكم يخلعوا انتوا. طب يا دوب احنا نطلع بيت بقى قبل ما الولاد يفطروا. لا ليه القعده بتحلو. ولد بيجو عيب، في ناس كبار يا بابا. رجاله. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور؟ يلا حضرتك يلا. اتفضل بقى لحد ايه؟ اجيب لك المشروب بتاعك. كريم. الفجر بيدن ولسه ما نمتيش؟ بحاول. استني اجي اصحى. تعالي. عرفتي ان انا ما بقدرش اعمل حاجه لوحدي. انا ما بقولكيش الكلام ده عشان الومك ولا علشان افكرك باللي عملتيه. انا بقولك الكلمتين دول عشان تعرفي إن أنا وكل اللي في البيت ده مسنودين على أبوكي. والله حاولت ألاقي حل، كنت عايزة أعمل أي حاجة عشان أخرجه من اللي هو فيه ده. أنا عايزة نمرة مامة نادين. ليه يا ماما؟ مالكيش دعوة، أنا عايزة النمرة وبس. طب ممكن حضرتك تقولي لي عايزاها ليه؟ وأنا بقولك مالكيش دعوة، ولو ما قلتليش أنا هنزل أطبش في الشارع لحد ما ألاقي الأتيليه بتاعها. حاضر هديها لك. طب مش كنت خليتك وصليت في البيت وخلاص؟ لا برضه اصل الصلاه في الجامع حاجه تانية خالص. هو بالمره هذا الجلال ابن اختي ده ان ربنا يكرمه ويفك كربه. بس ممكن نطلب منك طلب؟ اموري. ممكن تدعي لي معاك؟ ادعي لك. ماشي. انا مش هتاخر. متأخرش. اوعي تنامي. انام ازاي بقى؟ ما انت بوظت نومي خلاص. هستناك بس ما تتأخرش. هو ايه الرضا ده؟ سبحان الهادي. الله، هو لا كده عاجب ولا كده عاجب؟ لا عاجبني. كنت مجنونة يعني؟ ساعات كده مش عنونه برضه. طب مش حق اتدلع عليك؟ تدلعي تدلعي. انا مش هتاخر. ما تتأخرش. ما تناميش. لا. ادعي لي بقى معاك لحسن رضا الزوج من رضا الرب. والله بدعي لك في كل وقت. حبيبي انت، ربنا يستر طريقك. يا رب. هستناك. اوعي تنامي. ابدا. لا يا باشا، ده حد الطب الشرعي وما قدرتش اتصرف. ايه يا دكتور؟
ايه يا عمنا بس؟ ما انت عارف الاسم ده ممكن ينط لنا تاني فيها، فهمني. يا باشا الحاجات دي بتبقى النيابه شايفاها وفيها تحفظات وما اعرفش اعمل اي حاجه يا باشا. ايه يا دكتورنا، ما احنا جايبين سيادتك ليه؟ ها؟ انت عارف الموضوع كده ممكن يفتح بقه من اول وجديد. انا بعمل اللي اقدر عليه. انا ليا سؤال واحد بس يا دكتور. انت تأمرني يا باشا، تأمرني. العيل اللي في بطنها ده مات ولا لسه؟ ده وقته، ده وقته، والنبي احنا فين ولا فين؟ ولا يا باشا انا ما اعرفش. كل اللي اعرفه انها كانت بتتابع مع الدكتوره سميره الحسيني، ومره كده جات لها العياده الخارجيه، وبعد كده ما جاتش تاني. واضح انها بتروح العياده بتاعتها. والعياده بتاعتها دي بقى فين يا دكتور؟ العياده دي يا باشا يعني غالبا في ياسمين، عيادة اللي انت بتسأل عنها، انت عيان؟ انت مش كنتي مش جايه؟ لا يا حبيبي، ما انا ما حبيتش اسيبك لوحدك. طب بعد اذنك يا دكتور 5 دقايق. عمرو يلا يا اخويا يلا تعالي. ما تخليهم يقعدوا معانا. هم ايه اللي يقعدوا معانا يا دكتور؟ مش هم دول خالص، انت فاهم غلط. يا باشا حلوه، خليها تقعد معانا يا باشا. حلوه ايه؟ ما تقلقش، هنعمل لك اللي انت عايزه. مالك يا سليم؟ اتغير ليه؟ ليش؟ زهقان شويه عادي. لا مش عايز يا سليم، انا كان ناقص ابوس ايد دادي عشان يوافق، وانت كل اللي قلته له متفقين، ووشك جاب 100 لون. بقول لك ايه؟ هو انت مش عملتي اللي في دماغك وانا وافقت خلاص؟ ما تبطلي هري بقى. انا مش بتاعت هاريا يا سليم، انت شكلك كده بس حنت لبنت سواق التاكسي ام ولي العهد. انبسطي ها؟ انبسطي. انت رايح فين؟ سليم يا سليم! وانتي ما شاء الله صغيرة وزي القمر، وألف مين يتمناكي. تشكري على ايه؟ على ايه؟ ده هو الراجل الوحيد اللي قدر يغير رأيك في الرجالة. بقول لك ايه يا باشا، لو انت جوزها زي ما انت ما بتقول، المفروض تحطها على راسك من فوق، مش تقف تجرسها في وسط الشارع. خليك محترم واتكل على الله، ولو عندك مشكلة معاها في 1000 طريقة تحلها بيها غير الطريقة دي. اتفضل بقى. انا مش جبان يا دكتوره، ولا عمري خفت الا من اللي خليني. انا كل همي اجيب حق بنتي من غير ما اذيها، ولا اخليها لبانه في بق كل واحد شويه.